أعلنت الحكومة العراقية ضبط خلية مسلحة كانت تخطط لتنفيذ عمليات، مشيرة إلى أنه تم إلقاء القبض على كافة عناصر الخلية ومصادرة معداتهم، والتي كان من ضمنها طائرات مسيرة. وكانت مصادر الحدث أفادت بأن قوة من جهازي مكافحة الإرهاب والمخابرات اعتقلت خلية من 3 أشخاص تنتمي لميليشيات مسلحة جنوب بغداد. وكشفت المصادر أن الخلية على تواصل مع شخصيات إيرانية مسؤولة عن تنفيذ الهجمات بالطائرات المسيرة. وبحسب مصادر الحدث فقد تم ضبط طائرات مسيرة كانت تعد لتنفيذ هجمات خارج العراق.